كيكة اليوسفي السهلة خالص اللي بمكونات بسيطة جدا اللي هنعملها مرة ومش هنقدر نستغنى عنها تاني. مقادير معانا ثابتة: كوباية ونص سكر، معاها كوباية لبن، معاها كوباية زيت وثلاث بيضات، أربعة، أي حاجة مش مشكلة، والبيكنج باودر والفانيليا. وطعم اليوسفي هنبشر القشرة الخارجية اليوستفندية أو اتنين، وناخد زي معلقة كده اللي هو القشر ونحطه يعني مع الخليط بتاعنا. المكونات السائلة دي كلها بنضربها في الخلاط. احنا بنحط أول حاجة البيض ومعاه الفانيليا، وبعدين اللبن والزيت، وحطينا بعديها السكر، وحطينا برضو معلقة القشر بتاع اليوسفي بس. وهنضربهم كلهم في الخلاط كويس جدا، وهنحط البيكنج باودر على على 3 كوبايات دقيق. هنقلب البيكنج باودر كويس في الدقيق بحيث ان هو ما يبقاش مكلكع لو يعني واحنا بنقلبه كده. والخليط كله بتاعنا هنقلبه برضو مع الدقيق. احنا هنا بنقلب بالمعلقة. هو طبعا الأحسن لو في مضرب، اللي هو مش مضرب الكهربائي، لا، المضرب السلك العادي بيكون حلو جدا وسهل. مش محتاجين مضرب كهرباء ولا أي حاجة، احنا بنعمل حاجات بأبسط يعني الإمكانيات. بس هنقلب كويس قوي قوي. ليه بنقلب كويس؟ علشان خاطر ما يبقاش يعني تبقى كلها متجانسة، ما يبقاش فيها اي كلكعة خالص، لا كلكعة دقيق ولا كلكعة بيكنج باودر ولا اي حاجة. وفي الطعم بتاعها تكون ما شاء الله جميلة وممتازة. احنا عندنا هنا صينية تيفال بنحط فيها معلقة السمنة اللي احنا كده كده بنحطها، وبنرش زي معلقة سكر او حاجة زي كده، بحيث ان هي برضو ما تخليش اليوسفي يمسك. ومع صوص اليوسفي المية بتاعته لما بتنزل مع السكر بتدي طعم مزازة رهيب، يعني احلى من اللي هو صوص الكراميل. يبقى صوص حلو قوي ما شاء الله. المهم بقى يعني طبعا احنا هنستغرب ايه ده؟ طب هو اليوسفي، طب مش عارف ايه. لا، اليوسفي هيطلع طعمه فوق الرائع. اهم حاجة بس ان احنا هنا بنشيل البذر كويس علشان خاطر ما يبقاش ممرر. وفي الشكل الخارجي بيبقى تحفة، والطعم بيبقى غير المتوقع. يعني انا توقعت ان هي بصراحة يعني تبقى طعمها حلو، بس لقيتها بسم الله ما شاء الله كانت فوق الحلو بشوية، يعني كانت حلوة قوي قوي اللهم بارك. بس هنرص اليوسفي بتاعنا كله، بنقسم الواحدة نصين، ومن مكان ما قسمنا بنحطها على الصينية. وبعد ما نخلص بنحط الخليط بتاعنا فوقيها بس كده، وندخلها برضو الفرن بتاعنا اللي هو على نار متوسطة. ومش لازم هنا نحط بحمام بخار، لان اليوسفي يعني هو بينزل، يعني بيخلي المية بتاعتها اكتر. ف يعني انا متعودة احط على تحت الكيكة حمام بخار. بس بصراحة هنا ديت يعني انا كنت حاطة حمام بخار، بس حسيت ان هي ما كانتش محتاجة. طبعا برضو بنحطها الاول على نار يعني مش عالية، متوسطة، حوالي تلت ساعة. وبعد كده بنهدي النار سنة بسيطة بحيث ان هي تستوي على راحتها وتلون حلو من فوق زي تحت. بس هنا هو رشينا حطينا عليها صبينا الخليط عليها، وهندخلها الفرن. وخلاص على كده هنطلعها، يعني هتتفاجئوا ما شاء الله من جمالها لما تطلع، بسم الله ما شاء الله. هندخلها الفرن وبسم الله. بصوا، طلعت حلوة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. بصراحة كانت رائعة. بصوا بقى لما نقلبها، الله، شكلها بيشهي. بصراحة بسم الله ما شاء الله، انا ما كنتش متخيلة ولا متوقعة الطعم بتاعها ده بصراحة. ودي اول كيكة نعملها، وفي نفس ذات اليوم ما يتبقاش منها الهوا. يعني اللي هو في يومها كده ما شاء الله كل واحد كان بياخد قطعة بكوباية شاي. إيه ما شاء الله، يروح ياخد تاني. جربوها وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا.
وبألف هنا وشفا على قلوبكم، واشتركوا معايا بقى في قناتي، وان شاء الله تلاقوا حاجات كتير تبقى حلوة ان شاء الله. بحبكم، وألف هنا وشفا على قلوبكم.